السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المطبخ أم يحيى، سعد الله أيامكم. اليوم عندنا طماطة وحبيت أن أجففها تجفيف طبيعي على الشمس. هاي غسيتها كمية قليلة، نقعتها وغسلتها صراحة واشيلها. بعد ما قطعتها شوفوا قطع، صفطتها بالصينية. طبعا احنا الشمس بالعراق يعني ما شاء الله قوية. هسه جهزت الصينية، صاروا الصينية تقريبا كيلوين أو كيلو ونص تقريبا. صارت عندي صينية. صراحة أوزع عليها الملح وأغطيها. طبعا أنا محضرة غطاء. الملح يحميها من الميكروبات والبكتيريا، يحفظها. الملح تقدرون يحفظ كل شيء. ها هي هسه راح نغطيها ونطلعها برا على الشمس. غطيتها بهذا التول يحفظها من الحشرات. طبعا بالنهار اخليها على الشمس، وبالليل افوتها جوا على البنكة يعني هوا. ان شاء الله ننتظر لما تستوي او تجهز ونرجع نشوفكم. جففت الطماطة. طبعا هاي الكيلو ونص وصارت الكمية قليلة. هاي طولت عندي يعني يومين ونص تقريبا. بصراحة طبعا جهزت الطماطة المجففة على الشمس، طولت مني يومين ونص. طبعا حسوي منها سندويشة عندي لبنة بالزعتر. طبعا هذا التوست أنا مسويته، إن شاء الله حنزل لكم الوصفة. صنع بيتي. راح أخلي قطعة صغيرة من الطماطة وياه. طبعا خليت وياه ثوم وشبنت. هاي قطعة من الشبنت، وأكلة كلش طيبة. وهاي صارت أحلى سندويش التوست. درهم ريوق، درهم عشاء. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها من مطبخ أم يحيى. لا تنسونا الاشتراك والتعليق والمشاركة.